عارف ان العنوان صادم شويه، مش شويه، هو صادم فشخ. بس لو انت متابع قديم اكيد انا عملت عناوين اوحش من كده بكتير وعملت حاجات اوحش من كده بكتير، فلو انت متابع قديم مش هيبقى العنوان صادم بالنسبه لك. انما لو انت راجل جديد لسه معانا هنا فانت العنوان طبعا هيبقى صادم بالنسبه لك. المهم ليه الدنيا، يعني الدنيا بتيجي على الجدعان وولاد الاصول، يعني ليه عمرك ما تلاقي واحد جدع وابن اصول الدنيا ماشيه معاه على طول، تلاقيها دايما ملطشه معاه. عارف ليه؟ عشان اغبياء. عارف الكلمه طلعت بحرقه بجد من جوايا، يعني الكلمه دي بجد طلعت بحرقه، انا متضايق فشخ على غبائهم اللي هم فيه ده. المهم غبائهم ده مش السبب الوحيد، يعني في اسباب تانية. مبدئيا كده لو انت جدع انا بحييك وبرفع لك لحظه اجيب القبعه، اهي القبعه، انا بحييك وبرفع لك القبعه لو انت جدع. ثانيا بعد ما رفعت لك القبعه طبعا ومع كامل احترامي، انت هتفضل مطاطي راسك زي المره كده لحد امتى يا ابن كومل؟ مع كامل احترامي طبعا. تعالى بقى اشرح لك ليه الدنيا اصلا مش جايه سكه مع الجدعان، يعني هي ليه مش سالكه معاهم وملطشه معاهم دايما، يعني مش جايه معاهم سكه ليه؟ لان ببساطه جوه الحياه دي يوجد ايه؟ خليك مصحصح معايا، يوجد مجتمعات هم مسمينها مجتمعات، انا احب اسميها الزريبه. يوجد وسط الحياه دي زريبه. المهم انك وسط الزريبه دي هتلاقي الناس كلها همج وبرابر لايك انيمالز، زريبه. فببساطه هتكون انت جدع وابن اصول وسط زريبه ومحدش هيفهم اصلا يعني ايه جدعنه واصول، كله عايز يتعلف ويعمل بيبي مكان ما هو قاعد. همج، انا بقول لك دول همج. بس برضه ليه انت غبي عشان انت جدع؟ هقول لك. واحد، ببساطه لان الجدع دايما بيحط مصلحه الناس قبل مصلحته، حركه كرييتيف جدا احييه عليها، سقف لي. حركه كرييتيف جدا بتخليه دايما هو فاشل والناس كلها مصالحها ماشيه والناس كلها مبسوطه، وعايز يخلي الحيوانات اللي في الزريبه كلها سعيده. وهو ما حدش بيعبره لان هم مفكرين الجدعنه، هم مش فاهمين يعني ايه جدعنه، فمفكرينها ان هي عبط، وهو يجد عبيط وبيديله كل حاجه ولا بيديله حاجه وبتاع، مفكرينها ان هي عبط، فهم مش فاهمين اصلا. فبالتالي مصالح الناس كلها بتمشي وتكسر رادار، وانت يا عيني مصلحتك عطلانه على اول الدائري عشان انت غبي. بيخاف على زعل البهايم اللي معاه في الزريبه كلهم، وما بيحبش ينام حد زعلان وبيرضي الكل. فبالتالي الحيوانات اللي في الزريبه كلها بتبقى سعيده وهو ما يبقى حزين، محدش بيحاول يساعده ولا يفرحه. ليه؟ عشان هو جدع وغبي ومتخلف ويحب يبر الناس واهله ويسال عليهم دايما عشان يبقى في صله ما بينهم، وهو مش عايز منهم اي حاجه غير ان هو يسال عليهم بس عشان هو راجل جدع. بس زي ما قلت لك، احنا الزريبه، سوري المجتمع، بيفكر الشخص ده عايز مننا مصلحه عشان بيسال علينا، فنبتدي نشوف نفسنا عليه ونضمن انه موجود ودايما هيسال علينا. ليه بقى؟ عشان هو جدع وغبي ومتخلف. رابعا او خامسا او مش عارف انا وصلت لغايه فين، يعني المهم ان الجدع دايما محترم. يعني انت عمرك ما هتلاقي واحد جدع وابن اصول مش محترم، والبشر بنتكم الاحباب دي كلها ما ينفعش معاها الاحترام. ما شفتش ناصر الدسوقي لما كان محترم كلوه واما جحد احترموه؟ ما ينفعش الاحترام يا باشا، this is community، نو احترام. ما ينفعش تبقى محترم هنا في الزريبه، نو احترام، نو ادميه اصلا، يو ار ان زريبه. حتى علاقاته مع البنات، يعني هو لو حب يخطب او يرتبط او يتجوز او اي حاجه من الحاجات دي، يعني علاقاته بتبقى دايما بايظه. ليه؟ لان البت بتحب اللي يفشخها في افكارها ويبرجل لها دماغها، هو يبقى عيل كده توكسيكو ويبقى عيل مقطع وش رجل مشط رجل وبتاع، مش عايزاه محترم، لا مش عايزاه محترم ولا عايزاه جدع. تيجي عند الجدع بقى وهي تفشخه في افكاره وتبرجل له دماغه وتعمل له توكسيكو جوه دماغه، فاهم؟ فهي ما تحبش المحترم، هي تحب الولد اللي يبرجل لها دماغها كده، عيل يبرجل الدماغ كده، عيل كارف لها، عيل مش جايه معاه سكه هي اصلا وعمال يتسلى، هي تحب كده. انما الجدع ابن الاصول المحترم لا، ما يجيش معاه سكه نهائي الا من رحم ربي طبعا. انت بالله عليك، انت بالله عليك مستني ايه من كوميونتي، مجتمع زريبه، فاكن زريبه؟ مستني ايه من مجتمع عمرو بيلا بيطلع يدي فيه نصايح ويقول لك اشتغل على نفسك عشان في مارينا، اشتغل على نفسك عشان تبقى معايا في مارينا السنه الجايه بدل ما تعمل لي كومنتات سلبيه؟ ولا محمد رمضان، مش هتكلم على محمد رمضان، مش هتكلم عشان عنده فانز كتير وممكن يأذوني. محمد رمضان نزل بوست ويقول لك انا كنت زمان بروح البحر مع اصحابي وبتاع وكنا بنهاف فن ونتسلى وبتاع وما كنتش وحيد وكده، ودلوقتي انا بقيت وحيد على شواطئ مراسي ومارينا 7.
الوحده يا اخي. بس لو تخيروني ما بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي، اختار الوحده. هو قرر ان هو عايز يبقى وحيد دلوقتي مع نفسه. المهم، وفي نهايه الحلقه حابب اقول ان الجدعان وولاد الاصول قليلين الايام دي. يعني لو لقيت حد جدع او ابن اصول حاول تحافظ عليه، عشان هم مش اغبياء زي ما انا قلت عليهم في اول الحلقه خالص. هم اكتر ناس فعلا الدنيا ماشيه معاهم بالستر، ماشيه معاهم كده الدنيا، سبحان الله. واخيرا وليس اخيرا، مش معنى ان انا اتكلمت عن الجدعانه والجدعان ان انا جدع، لا، انا معاكم ان زريبه، سوري، المجتمع. واخيرا اعمل لايك وسبسكرايب، وسي يو جايز ان فيوتشر. جدعان جدعان جدعان، عليا النعمه لو حد دخل شتمني على الانستجرام وهو حر هسيب له 30. انا ما يهمنيش حد، محدش يشتمني يقول لي نزلي فيديو، ما تخلونيش اتجن عليكم.